بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا صباح الفل عليكم. يوم جديد كده ان شاء الله مليان طاقة ايجابية. بصوا بقى، انا ان شاء الله زي ما كنت قايله لكم ان انا هبدأ اجيب كتاكيت بيضة عشان اللي حابب يبدأ معايا الدورة بإذن الله. بصوا، انا دلوقتي اهوت في المكان. طبعا زي ما انتم شايفين البطارية اهي، انا معقمة الدنيا كده ومظبطة ورشة الجير المطفي في كل حتة. المهم ومسيقه الاوضه بقى بالكلور، والبطاريه طبعا مغسوله ومتعقمه ومركونه كده عشان انا عارفه ان انا ان شاء الله هجيب كتاكيت. هبدا بقى دلوقتي. انا دلوقتي هروح اجيب. قبل ما اجيب بقى الكتاكيت هعمل ايه؟ هبدا اشغل اللمبه دي. لازم تشغلي اللمبه وتبداي تقفلي المكان، وبرده الاماكن اللي في الجنب دي كده هبدا ان شاء الله ان انا هبدا هسدها كلها، علشان انتوا عارفين ان الكتكوت بيبقى لسه صغير ما يوقعش مني ولا حاجه. فهبدا كده هسدها بكراتين برده، وهبدا هشغل اللمبه اهوت يا حبايبي زي ما انتم شايفين. وطبعا السقايات مغسوله ومتعقمه، والعلافه برده مغسوله ومتعقمه. فهبدا كده بقى هكن المكان، وان شاء الله لما ارجع لكم هتلاقوني مقفله المكان ده كله، وبدات كده ان شاء الله هجيب الكتاكيت. استنوني بقى ان شاء الله هروح اجيب الكتاكيت وهرجع لكم تاني. ورجعت اهوت يا حبايبي. بصوا بقى، طبعا انا جيت من المشوار. كنت مجهزه كل حاجه زي ما قلت لكم. منضفه كل حاجه. السقايه مغسوله حلو جدا ومتعقمه، العلافه مغسوله، كل حاجه عندي زي الفل. والوضع زي ما انتم شايفين اهوت. انا حطيت برضو كرتونه، عشان برضو اللي حابب يسال انا حاطه الكرتونه دي ليه. انا مصغره المكان. تمام. حاجه كمان، بصوا شبر اهوت، شبر بين بين اللمبه والكتكوت. ولسه كمان لما نجيب الكتكوت هنشوف الوضع عندهم ايه اهوت. طبعا هقول لكم الاسعار وهقول لكم كل حاجه. انا جيت كده من المشوار، ريحت الدنيا كده شويه، وبدات كده جبت كتاكيت اهوت. بصوا بسم الله ما شاء الله. هنزلها طبعا معاكم اهو. بسم الله. بصوا جبت كام واحد اهوت. جبت 10 بس المره دي الصراحه، لان الكتاكيت طبعا هقول لكم على الاسعار وكل حاجه. بسم الله. شايفين الكتكوت اول ما اتقلب قام على طول اهو. تمام. هبدا كده هنزل الكتاكيت. بصوا بقى، الكتاكيت اهي. طبعا ده كده اول يوم ليهم. بتعرفي منين ان هو اول يوم؟ اولا الكتكوت مش مريش معاكي، ثانيا الكتكوت مفيش التهاب سره اهو. لازم ما يكونش فيه هنا اي حاجه، تبقى الدنيا نظيفه، فتحه المخرج نظيفه. بسم الله. العينين حلوه اهيت مفتحه، المنقار حلو. بتمسكي برضو الكتكوت كده، بصي وانتي عند الراجل بتتكي عليه شويه كده. بصي ما فيش تزييقه في صدره، يعني مش واخد برد ولا حاجه. امسكي كده الكتكوت واضغطي، بتحسي بالنبض في ايديكي كده. لو حسيتي ان الكتكوت فيه برد ما تجيبوهوش ما تجيبوهوش. زي ما انتم شايفين الكتكوت بسم الله ما شاء الله زي العسل اهو. اهوت حلو. بصوا لو حدفتيه كده بيقوم وبيتحرك على طول. الكتاكيت دي نوعها كب. انتوا عارفين ان انا بحب الكب، ودايما بقول لكم تجيبي اللي هو فيه حاجه بسيطه، النقطه السمراء. ما تجيبيش اللي هو بيبقى فيه الريشه السمراء، انما دوت لما بيكبر بيروح اللون الاسمر ده، بيبدا يروح. الكتكوت حلوه اهوت، الدنيا حلوه. بصي بقى برضو هنا مفيش التهاب مفاصل ولا حاجه، مفيش انتفاخ حويصله، مفيش حاجه. بصي شايفه بتتكي على الكتكوت كده حلو. الكتكوت ما فيهوش ميه برضو من هنا، فالكتكوت معاكي تمام. وبرضو تجيبي الكتكوت وزن من 40 جرام ل 42 جرام. وقلنا ليه بقى؟ عشان انت لما بتجيبيه بازيد من كده ممكن يكون في ميه من هنا كده، ممكن يكون تعبان كتكوت بايت، فانت استبعدي الكلام ده كله. فلا الكتكوت ما تفرحيش ان الكتكوت يكون بقى 50 جرام وكلام من ده. لا، الكتكوت يبقى معاكي بالوضع اللي انت شايفاه كده. تمام. شايفين بسم الله ما شاء الله زي العسل اهم. شويه كتاكيت حلوين ما شاء الله، ربنا يا رب يبارك فيهم. اللمبه اهي مش لامسه الكتكوت. طيب مش لامسه الكتكوت، هنزلها شويه. هبدا هنزلها على دماغ الكتكوت شويه، مفيش مشكله اهو. بصوا كده. بسم الله. بصوا اهو. تمام حلو كده اهو. يبقى انت خدتي شبر كده برضو اهوت، بس انا نزلتها شويه برضو. هما دلوقتي طبعا لما سك عليهم هيبداوا يتدفوا. تعالوا بقى نحط لهم الاكل. وبالنسبه للاكل، العلافه اهيت انا ما بحطش في اطباق طحدين خالص خالص يعني. بصوا زي معلقتين كده بس ينقروا فيه. انا محتاجه الكتكوت ينقر بس في العلف. اهم شيء الدفى، اهم شيء الدفى. هبدأ بس كده هعمل كده. بالنسبة للعلف ده اهو، العلف ده بادي. شايفين؟ تحسوا ان هو بادي نامي، بس هما ان شاء الله يعرفوا ياكلوه يعني.
هيعرفوا ياكلوه باذن الله. وهتابع لو ما عرفوش ياكلوه ممكن ايه اصحن لهم شويه كده في الكبه، مع على الرغم ان ده بادي، يعني ده بادي، ده تركيز 23، بس هو جاي المره دي محبب جامد. فانا هشوف، شايفين منظره عامل ازاي اهو، فهشوف لو عرفوا ياكلوا تمام، ما عرفوش زي ما قلت لكم كده هبدا ان انا اسحب لهم شويه في الايه في الكبه، واخليها لهم يسحبوا منه 4 5 ايام، وبعد كده ابدا احط لهم ده عادي. هبدا برضو هزود شويه كده عشان انا عايزه الكتكوت يبدا ينقر معايا اهو. طبعا ان شاء الله هيبداوا ياكلوا دلوقتي، وهيبداوا ان هم ايه لما اغطي عليهم هيبداوا يتحسنوا كتير يعني. وطبعا انا حطيت كل حاجه. المره دي ان شاء الله هنربي الدوره دي في البطاريه، ومعانا دورتنا التانيه برضو في الارض. تبداي كده ان انت بقى تعلميهم مكان الاكل. بصوا اهو، حابه تحطي في طبق تحضير برضو تمام، مفيش مشكله في اول يوم كده، بحيث برضو ان هما يبداوا ينقروا. وبتنزلي وبتطلعي وبتنزلي كذا مره على الايه على الفراخ، وتشوفي الوضع عندك ايه. دلوقتي ان شاء الله زي ما قلت لكم لما يتدفوا هيبقوا حلوين. طيب هنستقبل بقى بايه؟ هنستقبلهم بايه؟ الميه معايا اهيت. طبعا الميه فتره، الميه فتره، مش ميه من الحنفيه، لا ميه فتره، علشان خاطر الكتكوت ما يتعبش معاكي. ومعايا معالجه الجفاف، كيس معالجه الجفاف اهو تمام. دي بتتباع في الصيدليه البشريه، مش غاليه ولا حاجه، انا برضو دايما بجيبها وبستخدمها اهو. الكيس على رتل الميه، الكيس على رتل الميه، ده كده اللي معايا ده مش رتل اهوت. بدات احطه تمام، وابدا بقى اقدمه للكتكوت يبدا يشرب. ده طبعا حلو جدا، ده يعتبر كده جلوكوز. عندك ميه بسكر تمام مفيش مشكله، عندك ميه وعسل نحل برضو مفيش مشكله، ميه وعسل اسمر، المهم اللي موجود عندك. انما هو الباكو ده تقريبا بربع جنيه، يعني يقف بربع جنيه، بس طبعا حلو جدا اهو. زي ما انتم شايفين بداوا ان هم يلقطوا اهو، طبعا سقعانين بس ان شاء الله دلوقتي هيتدفوا معايا. بالنسبه للاسعار يا حبايبي، انا جايبه الكتكوت عامل 11 جنيه ونص، 11 جنيه. بصوا يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، انا هبدا برضو هقفل معاكم وهوريكم انا هقفل ازاي. انا طبعا حاطه لمبه 100، لمبه 100 مش حاطه ازيد من كده، فانا حاطه لمبه 100 بس. انتوا شايفين عاملين ازاي؟ انا مش عايزه المنظر ده خالص. انا طبعا زي ما بقول لكم هنزل وهطلع عليهم. هبدا دلوقتي هغطي البطاريه. بالنسبه للفتحات التهويه، البطاريه فيها كلها فتحات اهي، بس انا هبدا اكن برضو عليهم. انتوا شايفين هبدا كده هغطي البطاريه وهوريكم شكلها في النهايه. بصوا بقى ده كده الشكل النهائي اهو تمام اهو. زي ما انتوا شايفين كده الاوضه ما فيهاش نور، دي كده لمبه موفره عشان الاضاءه بس والتصوير، انما الاوضه ما فيهاش نور ولا حاجه اهوت. بدات كده غطيت بمشمع، وبدات اغطي. طبعا الحاجات دي انا مخصصاها للطيور زي ما بقول لكم، بتتغسل وبتتعقم كل دوره ليهم اهوت. وفي بقى البطاريه فيها الصراحه فتحات تهويه كتير من هنا ومن ورا من كل حته. استنوني ان شاء الله بقى في فيديو بكره باذن الله. بس لو عجبك الفيديو حطي لي لايك يا قلب اختك. اشوفكم بكره ان شاء الله مع خلطتنا الحلوه، وهنشوف كتاكيتنا هتعمل ايه، وهنشوف هل هنستقبل بدواء استقبال ولا لا. بكره ان شاء الله هوضح لكم كل حاجه، وامتى تحطي دواء استقبال وامتى ما تحطيش دواء استقبال. فبكره باذن الله استنوني في حلقه بكره. مع السلامه.